قولي وداعا لفشل الكيك. انسي بقى ان الكيكه تفشل معاكي تاني او تطلع هابطه او مكتومه. النهارده بقى جايبالكم وصفه كيك هتغير كل ده. كيكه يوميه هشه وخفيفه جدا زي القطن، والمقادير مظبوطه 100% وهتنجح معاكي من اول مره. هنضيف لها بقى مكون صغير جدا موجود في كل بيت، هيفرق معاكم جدا في الكيك، بيخلي الكيك بتاعنا هش اكتر ولونه فاتح. مستحيل بقى الكيكه تهبط معاكي بعد اضافه المكون ده. كيكه اقتصاديه جدا وهنعملها كمان ببيضتين 2 بس. تابعوا بقى الفيديو خطوه بخطوه وان شاء الله تستفادوا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك كتير للفيديو ده، ويلا بينا نشوف المكونات والطريقه على طول. وعشان نحضر الكيك بتاعنا هنحتاج 2.25 دقيق فاخر. انا بستخدم دقيق لجميع الاغراض. الدقيق بنخله كويس جدا مرة او مرتين قبل الاستخدام، وكوباية من الحليب الساخن، ونص كوباية من الزيت النباتي، وكوباية سكر. وهنحتاج كمان بيضتين بحرارة الغرفة. نطلع البيض من التلاجة قبلها بربع ساعة وبنسيبه كده لحد ما ياخد حرارة الجو. وهحتاج كمان ظرف بيكنج باودر كامل وزنه 16 جرام، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا او ظرفين فانيليا. هي دي بقى كل المكونات اللي احنا هنحتاجها النهارده. وهنزود كمان بقى واحنا شغالين كده مكون صغير جدا موجود في كل بيت، هيفرق معاكم جدا في قوام الكيك، بيخلي الكيك بتاعنا هش اكتر ومرتفع، وبيخليه كمان لونه فاتح من جوه. وعايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انتوا لو ضفتوا المكون ده مستحيل الكيكه تهبط معاكم. تعالوا بقى دلوقتي ندخل في الطريقه على طول. وعشان نحضر بقى الكيك بتاعنا هنجهز طبق عميق وبنحط فيه بيضتين بحراره الغرفه. يعني نطلع البيض من التلاجة قبلها بربع ساعه و10 دقايق وبنسيب البيض لحد ما ياخد حراره الجو. بزود على البيض رشة ملح صغيرة جدا كده عشان تظبط الطعم، وبزود كمان ظرفين فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وطبعا يا جماعة وانتوا بتعملوا الكيك احلى حاجة تستخدموا الفانيليا البودر، لان الفانيليا السائلة لونها غامق فممكن تغمق معانا لون الخليط بتاع الكيك شوية. وكمان بحس كده ان الفانيليا البودر ريحتها اقوى من الفانيليا السائلة بكتير. دلوقتي بقى انا ضفت على البيض كوباية سكر وببدأ اقلب كويس جدا. هنقلب الخليط ده لمدة 5 دقايق كده او 7 دقايق لحد ما نوصل لقوام كريمي، واللون بتاع الخليط يبقى هش معانا كده ولونه فاتح بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. عندكم بقى مضرب كهرباء تقدروا تستخدموه، تقدروا كمان تستخدموا الخلاط، بتحطوا كل المكونات في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. المهم نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام هش وكريمي ولونه فاتح. انا بحب دايما اعمل الكيك بتاعي بالمضرب اليدوي، لان طبعا اغلب الناس عندها مضرب يدوي مش مضرب كهرباء. وكمان الكيك اللي بيتعمل بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء مسامته بتطلع ضيقه عن الكيك اللي بيتعمل بالخلاط. دلوقتي بقى هنضيف على المكونات دي نص كوبايه من الزيت النباتي. واهم حاجه بقى نستخدم زيت يكون نوعه كويس ملهوش اي ريحه خالص، لان ريحه الزيت من الحاجات اللي بتظهر جدا في ريحه الكيك وطعم الكيك. يعني تستخدموا زيت كويس ملهوش اي ريحه خالص. بضيف الزيت وببدا ان انا اقلب كويس جدا لحد ما الزيت يختلط كده مع باقي المكونات. بعد كده بحط بقى كوبايه من اللبن المغلي او الحليب المغلي. الحليب لازم يكون سخن جدا واصل لدرجه الغليان، والحليب المغلي طبعا مش هيسوي البيض لان البيض بيكون اختلط مع باقي المكونات. بضيف الحليب وببدا ان انا اقلب كويس جدا. في الوقت ده يا جماعه لازم نقلب كويس جدا عشان لو في اي سكر مترسب في قاع الطبق من تحت ما دابش في الاول مع البيض بيدوب في الوقت ده. تقدروا بقى تعملوا اختبار بسيط كده تشوفوا اذا كان السكر داب او لسه. نحط صباعنا كده في قاع الطبق من تحت ونشوف لو في سكر لسه متبقي بنقلب كويس عشان السكر كله يدوب. نقلب كويس لحد ما السكر كله يدوب، وبعدين هنبدأ نضيف المكونات اللي جافة. معايا هنا 2.25 دقيق. الدقيق بنخله كويس جدا مرة او مرتين قبل الاستخدام. في الاول بضيف حوالي نص كمية الدقيق، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 16 جرام، او بنضيف ظرف بيكنج باودر كامل وزنه 16 جرام. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في اتجاه واحد، ولازم نقلب في اتجاه واحد وبالراحة جدا كده عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه عجينة الكيك. وطبعا زي ما قلنا الدقيق لازم يكون منخول كويس جدا. الدقيق لما ننخله مرة او مرتين الهواء بيدخل جوه فراغات الدقيق والكيك بتاعنا بيطلع هش ومرتفع. بقلب بقى كويس لحد ما الدقيق ده كله يختفي، وبعدين ببدأ اضيف كمية الدقيق الباقية. مش بنبالغ في التقليب، يعني اول ما المكونات تختلط مع بعض بنضيف كمية الدقيق الباقية. هضيف كمية الدقيق الباقية وبرجع اقلب مرة تانية في نفس الاتجاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما نقلبش كتير عشان الكيكة ما تطلعش معيشة معانا ولا قوامها مطاطي بعد التسوية. يا دوب بس اول ما نشوف بقى المكونات اختلطت مع بعض بالشكل ده نوقف تقليب خالص. دلوقتي بقى بضيف مكون صغير جدا
هو ده اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو. ده بقى بينقل الكيكه في حته تانية خالص، بيخلي الكيك بتاعنا لونه فاتح جدا من جوه، وكمان بيخلي الكيكه هشه جدا وطريه. وغير كده كمان لو ضفت المكون ده مستحيل الكيكه تهبط معاكم. بضيف كده معلقه كبيره من عصير ليمون او عصير ليمونه كبيره. هضيف عصير ليمون واقلب كويس جدا، وخلاص على كده الكيك بتاعنا بقى جاهز. شايفين قوام الكيكه عامل ازاي؟ القوام بيكون متوسط بالشكل ده، مش تقيل ولا خفيف. باخد بقى الاسباتيولا كده وبنزل جوانب الطبق، وبقلب بقى تقليبتين 3 كده من تحت لفوق عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق مترصف في قاع الطبق من تحت. دلوقتي بقى بنجهز صينيه مقاس 26 او 28، ندهنها كويس جدا بماده دهنيه سمنه او زبده او زيت، وافضل حاجه نستخدم زبده. وبعدين بديلها كده رشه دقيق، وبفضي اي دقيق زياده فيها. وهنبدا بقى نحط خليط الكيك في الصينيه بالشكل ده. بعد كده بنخبط الصينيه قدامنا خبطتين 3 عشان لو فيها اي فقاعات هوا تخرج منها، وهناخد الكيك عشان نسويها على طول. الكيك بتاعنا بيدخل فرن سابق التسخين، يعني نشغل الفرن قبلها عشان يسخن بحوالي 10 دقايق كده او ربع ساعه. اهم حاجه كمان في تسخين الفرن اننا ما نشغلش الفرن على درجه حراره عاليه، نسخن الفرن كده على درجه حراره هاديه او درجه حراره 180. درجه حراره 180 يعني درجه حراره اقل من المتوسط، عشان الكيك طبعا ما يستويش من بره، ياخد لون ذهبي من بره ومن جوه يكون لسه معجن لسه ما استواش. هنحط الكيك بتاعنا في الرف الوسطاني والنار تكون شغاله من تحت بس. هتاخد معانا في الفرن حوالي 40 او 50 دقيقه بالكتير وبنلاقيها استوت. في الاخر خالص بقى بعد ما الكيك بتاعنا يستوي، لو ما اخدش لون حلو من فوق بنولع عليه الشوايه دقيقه او دقيقتين عشان ياخد لون ذهبي من فوق. واهم حاجه بقى في تسويه الكيك اننا ما نفتحش عليها باب الفرن خالص وقت التسويه. تقدروا بقى تفتحوا باب الفرن كده بعد ما بيعدي 35 دقيقه من وقت الخبز، ونختبرها بقى كده بعود خشبي. لو طلع معانا نضيف يبقى كده الكيك بتاعنا استوى وزي الفل، لو طلع عليه عجين كده يبقى الكيك بتاعنا لسه محتاج كمان تسويه. ده كده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن. شايفين بقى الكيكه شكلها عامل ازاي؟ تعالوا بقى نقطعها كده ونطلع قطعه ونشوفها هي عامله ازاي. ولازم كمان نستنى على الكيك لحد ما يبرد خالص وبعدين نقطعه عشان ما يعجنش مننا او يفرول. شايفين قد ايه شكلها حلو جدا؟ كيك هش مرتفع، لونه فاتح جدا من جوه، سكره مظبوط جدا ومفيهوش اي ريحه زفره خالص، وطعمها بقى حلو جدا عامله زي النايتي بالظبط. وبأكد عليكم يا جماعه بقى مره تانية، ما تنسوش تضيفوا عصير ليمون للكيك، بجد بياخدها في حته تانية خالص. اضافه الليمون والحليب المغلي بيفرقوا جدا في الكيك. تقدروا كمان لو حابين الكيك بطعم البرتقال بتستبدلوا الفانيليا العاديه بفانيليا بطعم البرتقال. جربوا الكيكه بالطريقه دي وبنفس المكونات دي، وانا متاكده ان هي هتطلع معاكم مظبوطه وناجحه من اول مره. بالنسبه بقى لحجم الكوبايه اللي انا استخدمت كوبايه معياريه بحجم 250 مللي، يعني زي كوبايه العصير. واهم حاجه كمان واحنا بنعاير المكونات نعايرها كلها بنفس الكوبايه بكوبايه واحده. وان شاء الله كمان هسيب لكم كل مكونات وصفه النهارده مكتوبه في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرامات. والناس بقى الجميله اللي وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده، ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا. ولحد كده وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.